أعراض شائعة بتحصل في الفترة العمرية بين سن 40 لغاية 55 أو اللي بتسمى فترة ما قبل انقطاع الطمس. عايزاكي تركزي كويس وتشوفي إذا كانت الأعراض دي بتحصل معاكي ولا لا. أول حاجة هو شعور بالحرارة، بس الحرارة دي مش جاية من بره الجسم، لا انت بتحسي من جواكي بحرارة شديدة، والحرارة الشديدة دي بتطلع على الجزء العلوي من الجسم، سواء مثلا على الرقبة أو الوجه أو حتى الصدر. إحساسك بالحرارة ده بيستمر تقريبا في المرة من 5 ل7 دقايق، ممكن يزيد عن كده أو ممكن يقل عن كده حاجة بسيطة. من الأعراض التانية إن انت بتشعري بزيادة في ضربات القلب أو بتسارع في ضربات القلب. من الأعراض التانية ضيق في التنفس وشعور بالدوخة وإحساس شديد بالألم. ركزي معايا كويس جدا، بعد ما بتنتهي الفترة بتاعة إحساسك بالسخونة واللي كان مصاحب ليها كل الأعراض التانية اللي أنا قلتها لك، بتلاقي نفسك بتعرقي بشكل كبير جدا، وفي بعض من السيدات بيحسوا كده برعشة، وبعد الموضوع ده بينتهي موضوع السخونة وبترجع درجة حرارة جسمك عادية تاني زي الأول. يعني بسطها لك، انت بتحسي بسخونة شديدة في الجسم بتستمر معاكي من 5 ل7 دقايق، أثناء ال7 دقايق بتحصل الأعراض التانية، وبعد ال7 دقايق بتنتهي الأعراض دي وبترجع درجة حرارة جسمك عادية تاني كأن ما حصلش فيها أي طفرة. مجموعة الأعراض اللي بتحصل مع بعض واللي أنا قلتها لك بتسمى بالهبات الساخنة. الهبات الساخنة دي ممكن تكون بتحصل معاكي أكتر من مرة في اليوم، وفي ناس بتحصل معاها كل يومين أو كل 3 أيام، وفي ناس بتحصل معاها كمان مرة واحدة في الأسبوع. المشكلة إن الهبات الساخنة مش بتتوقف عند الأعراض اللي أنا قلتها لك، لكن من المضاعفات اللي بتترتب على الهبات الساخنة أول حاجة طبعا تقطيع النوم بشكل كبير جدا في الليل، وده بسبب التعرق الليلي اللي هكلمك عنه بعد شوية. اللي بيحصل إنك تاني يوم الصبح لما بتصحي بيكون عندك حالة شديدة جدا من فقدان التركيز وفقدان القدرة أصلا على استيعاب الأمور، ده غير حالة من الاضطرابات المزاجية وتقلب المود، التعب والإجهاد، وحالة عامة كده من تهيج الجسم. كمان بتشير أحدث الأبحاث إن السيدات اللي بتعاني بشكل كبير جدا للهبات الساخنة إن لديهم خطر متزايد للإصابة سواء بأمراض القلب أو بهشاشة العظام وزيادة احتمالية الإصابة بالكسور.